السلام عليكم الكبيدات ديالي. مرحبا بكم في القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير. انا سمعت القصه ديال واحد السيده اللي كان كيجيب ليها راجلها واحد الفقيه باش يفك ليها زعما داك السحر اللي عندها وسحر الارحام وداك الشيء، وهو خدام كيستغل فيها. انا طرا ليا نفس المشكل، غير الفرق بيني وبينها ماشي راجل اللي جابو ليا، انا اللي كنت مشيت عنده برجليا. انا سميتني خوله، كنت مصاحبه مع واحد الولد لمده 8 سنين. دوزتها معاه بالحلوة وبالمرة، كل شي عرفني معاه، حومتي البلاصة اللي كنت خدامة فيها. يعني السيد غادي بيا جاي بيا داير بيا قهاوي، ما خلى بيا بحورات، ما خلى بيا حتى شي حاجة. حتى السفر كنت كنسافر انا وياه وكنتسناه، كنت كنتسناه ها هو يكون راسو، ها هو غيخدم، ها هو يجمع شوية ديال الفلوس، ها هو كيتسنى انه يوصل لحد الدار الفوقانية اللي فوق دارهم. المهم هادشي كامل كنت جالسه كنتسنى فيه وكنعاونو بالفلوس. كل مره كيطلب فيا كانت خاصها طونوبيل يبدلها، كنت مشيت هزيت كريدي على ودو، كان خاصها الفلوس، الوالده ديالو كانت مريضه تاع فلوس السبيطار والعمليه وبزاف د الحوايج، هزيتها ومشيت انا كندور على الناس باش يعطوها لي وديتها لي. يعني ماديا معنويا مستغلني مزيان، وانا بحال ما عرفش شنو داير ليا، بحال داير ليا السماوي، لدرجه صحاباتي كيقولوا لي شوفي فيقي، راه غير كيتفلى عليك، رجوع له. راه السيد كون ناوي معك المعقول، راه خدام، راه بطونوبيلتو، راه بدارو البارتمون ديالو فوق والديه، كون باغي المعقول كنت تزوج بك شحال هادي. كنقول ليه لا، كنقول لهم لا، راه ماشي كاع الناس بحال، راه ماشي كذاب، راه ماشي طماع. بقيت انا وياه واحد الوقيته خدام كيدي براسه مني. مره كيقول لي انا راه ماشي هو هذاك، خلي لي شويه الوقت مع راسي، حسب راسي ماشي هو هذاك. مره نهضر معاه يدور فيا ولا كيسبني، يطيح من قيمتي، يقمعني، كيقول لي مكلخه شوفي كي دايره. انا مرضاش بيك، الراجل كيبغي يهدر بالمراه اللي تكون فايقه. شنو انتي غير حاله فمك. وفعلا انا غير حاله فمي، اللي قالها لي كنديرها، اي حاجه تيقولها لي كنديرها. صافي شفت راسي ما بقيتش كاع معمره العين، ولا كيعيب في الشكل ديالي، كيقول لي شوفي انتي دايره كي السلوقيه، شوفي البنات، شوفي الطروفه ديال بصح، شوفي. ولا كيكون غادي معايا وتيقول لي شوفي البنات كي دايرين، شوفي هذه شوفي هذه 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 نقدر ندخلها لداري، وانتي شنو نديك بقاو ترتقوا فيا العظومه. قلت له ياك شحال هادي كنت عاجبك وبقيت صابره عليك، وكنقول يا ريت غير تزوج بيا ونتهناو ونتسماتك تضحيه ديال سنوات ما ضاعتش هباء منثورا. هي في الصراحه بلا كذوب بالتصرفات اللي كيدير خرج ليا من قلبي، ولكن بقيت كنفكر كنقول غير السمعه ديالي وصافي. غارقه كريديات وعاطيه الزبابل ديال الفلوس، الملايين ديال الفلوس، الملايين الصحيحه، وما كيفكرش بتاتا يردها لي، حيت ما عمرو قال لي تسلفيني. كيقول لي هاري ليا جيبي ليا، بعد ما تنقول انا خاصني فلوس وهادي الله يجعلها 100 درهم ولا غير 50 درهم، والله ما يتسلفها لك والله يعطيها لك. انا عاد بديت تضرب فيقها وكنقول صافي هذا راه غير كيتفلى عليا، راه صحاباتي ما كانوش كيكذبوا، وهذا غير نصاب. حتى كتجيني الضربه القاضيه، كتجي واحد البنت صاحبتي وكتقول لي راه السيد راه خاطب بنت خالته وراه غيتزوجوا هذا الصيف. صافي نهاريت، دمرت، طحت، غيبت. ديك الساعة والبنات صحاباتي كيفيقوا فيا وكيقولوا لي شوفي غير كوني قوية ونوضي راسك وفيقي راسك، راه ماشي اخر الدنيا. راه شحال من وحدة دوزت مع واحد 5 سنين 15 عام مع شنو كاينة قاعدة تزوجت مع بيه، وعاشت مع 20 عام في الاخر تزوجوا وفي الاخر طلقوا. وانا قلت لهم والله ما ندوز عليه طريفه، انا راه غنهز موت ونمشي نقتلو، نمشي نذبحو، نمشي على قبلو للحبس. جات واحد البنت صاحبتي قالت لي شوفي ما تذبحيه ما يذبحك، ديري لي واحد الدقه، كاين واحد الفقيه خطار كيوقف الماء في البحر،
قالت لي هذاك سيري عنده عاودي لي المشكل ديالك كامل بالتفصيل ديالو وشوفي ديك الساعه شنو غادي يدير ليه. قلت لها اتيني بيه نمشي عنده اليوم قبل غدا. قالت لي شوفي انا غادي نعاد لك فيه فين. جا في نفس المدينه ديالنا غير في دوك البلايص الهامشيه. قالت لي سيري لبسي شي جلاب ولا شي حاجه ما تمشيش هكا وسيري عنده وشدي نوتك بحالك بحال العيال وتدخلي. صافي داكشي اللي درت مشيت لعندو ودخلت لعندو. غير دخلت بديت كنشهق وكنبكي كنخوي قلبي وداكشي كامل اللي دار ليا واللي عشت معاه عاودتوليه. ما خليت حتى شي حاجه. قلت ليه راه عطيه الفلوس وراه عطيه هادي وراه عطيه عمري كامل راه انا تشوهت. قال لي شنو بغيتي دابا؟ قلت لي بغيتو يتزوج بيا. راه انا سقط الخبر انه خطب بنت خالته وبغى يتزوج بيا. انا بغيتو يولي تابعني بحال الكلب. بغيتو يهبل عليا ويحماق. وديك الساعه فاش نتزوج بها نرجع حقه كامل ديك الساعه نطلقو. قلت لها انا ما بقاتش عندي الكبده من جهته. السيد استهدفني مزيان. القلب ما بقيتش كنحس به بقى عندي. السيد قال لي صافي انا غنشوف ليك وبدا كيهضر لي ديك الهضره ديالهم شويه. وقال لي يا بنتي المشكل راه ماشي فيه المشكل فيك نتيا. قلت له علاش فيا انا؟ قال لي كيقول لك كتباني ليك حلا كتباني ليا بحال القرده. قلت له اها قالها لي شحال من مره. قال لي بنتي راه مدير واحد السحر ولكن ما كانش مديور لك. تخطيتيه غير هكاك غير بالغلط. كان مديور لشي وحده داير لها شي حاجه باش راجلها يكرهها وجيتي انت ودزتي من فوقه. قال لي ياك في الاول كانت العلاقه بيناتكم زوينه وكيبغيك وكيحمق عليك وكيدير لك خاطرك. قلت لي بصح. قال لي فجاه ولا كيضحك عليك وخدام كيستغل فيك. قلت ليه اييه بحال كنتي معانا. قال لي راه المشكل فيك. قال لي شوفي غتجيبي لي هادي وهادي وهادي وتجي عندي المره الجايه وتجي 3 في الصباح حيت كتكون الدنيا خاويه كيكون عندي غير الحصص الخاصه غير الناس اللي داير معاهم رونديفو. قلت له صافي. انا مشيت تقديت داكشي كامل بالتفصيل. وقال لي شوفي غادي تمشي عند العطار وغادي تاخدي من عنده ما تسوليش بشحال وما تحسبيش الصرف اللي غيعطيك. تعطيه وتقولي ليه مثلا عطيني هادي وعطيني هادي وعطيني هادي غيجمعهم ليك. غتعطيه 100 درهم ولا 200 درهم وملي يرجع لك الصرف جمعيه وخبيه في جيبك. ما تقوليش لي هادي بشحال ولا هادي بشحال. قلت له صافي واخا. صافي فعلا داكشي اللي درت ومشيت عنده. نهار 3 في الصباح فاش دخلت لقيت فعلا الدنيا خاويه كتصفر. هو اللي حل لي الباب دخلني ماشي البيت اللي كنت فيه المره الاولى بيت اخر فيه ناموسيه. صافي قال لي غتنطلي حويجاتك كاملين. قلت له علاش؟ قال لي كيفاش علاش؟ قال لي راه انت كتباني كحلك القرده. لا هو لا غير عمر شي واحد يتزوج بك. انا خاصني كاملك نحيد لك داكشي اللي تابك. قال لي راه ساكنينك بزاف ديال خدام السحر ومكرهين بنادم فيهم. حيدي حوايجك وما تبقيش تسوليني علاش. الا سولتيني علاش راه ما مزيانش. قال لي دابا خاصك تسدي فمك ما تهضري ما تتكلمي. قال لي الا هضرتي دابا غيصرفقوك ويعوجوا لك وجهك. صافي انا تخلعت وشدنا الراب. السيد بدا تيقرا وكيعزم وكيعزم وطالق البخور حدايا البخور حدا. وعرفتي داك البيت كي ولا داير النفس وليت نحس بها صافي تقطعات. وشاد واحد الماء وكيرش عليا وكيرش عليا وانا هكاك وسط داك الوسط ديال الناموسيه. كل مره كيشد ليا الرجل كيحطها لهي ورجل لهي وايد كيسرحها ليا هنا وايد هنا وخدام خدام. شويه بدا كيتحير. انا صافي تخلعت. كيتحير وهو يطلع من فوق مني. السيد قضى الغرض وانا مقاداش نهضر. كنقول غادي نهضر غادي يعوجوا لي فمي يعوجوا لي يدي ولا شي حاجه. كنشوفو داير كشي وحش بحال شي هبيل ما فهمتش بحال شي مسطي ما بقيت فاهمه والو. حتى سالا ناض هو له عليا واحد لي زار كحل غطاني به وخرج مشى. شويه رجع هو يقول لي صافي على سلامتك. دابا داك الشيء راه بدا كيتحيد بدا كيتنقص. شي وحدين دخلت عليهم واحد دخله راه هربوا ومازال وحدين اخرين مازال ترجع عندي ونحيدهم. انا بحال تبوهلت بحال ما عرفت شنو دار ليا. صافي ما بقيتش عارفه الصح من الخطا ولا كيجيني داكشي بحال انا عارفه بلي غلط ولكن في الساكته ومسكوته ما كندوي ما كنتكلم.
دارلي شي حاجة مبقيتش قادرة نهضر، صافي مشيت خرجت من عندو، وفاش خرجت وليت فعلا كنحس بعظامي بحال الخفافين، ما عرفتش واش التأثير ديال الهضرة اللي قال ليا ولا فعلا هو دار شي حاجة. المهم وليت نحس براسي مزيان وكنحس عندي نفسية جديدة. وقلبت على داك خونا بقيت كنعيط ليه ما نصوني ليه ما والو، درت بحال ما كاينش. وبديت كنرجع عند الفقيه كل 3 الصباح كنمشي عنده، كل 3 كنمشي عنده. صافي حتى ساليت معاه. السيد اللي كنديرها بيا ومشى خطب بنت خالته وداكشي، ولا راجع كل مره كيعيط ليا وكيصوني ليا كيصيفط ميساجات ما كنجاوبوش والو، كيجي يوقف عليا في الخدمه ما كنقول له انا ما نسالياش انا ما نسالياش. صافي ترى واحد الوقيته جا قال لي وقتاش نجي لداركم نخطبك. ما فهمتش، ما بقيت فاهمه والو. قلت ليه حتى نشوف مع دارنا. مشيت هضر مع الوالدين ديالي قالوا لي صافي يجي نهار فلان فلاني. جا السيد خطبني، ومن موراها درنا العقد. ومن موراه بدا كيعاود لي انه طراو شي مشاكل كبار في عائلته، وديك بنت خالته كان باغيها نصبت عليه في الفلوس، دات ليه رزقو دات ليه الطوموبيل. قالت له انا نبيعها ونخرجوا طوموبيل جديده من لا ميزو، زعما شي طوموبيل زوينه غتزيدو الفلوس عليها. سالت لي ديك الفلوس كامله ومشات حرقت للطاليان، خدات ليه كونطرا. ايوا السيد عرف بقى يمشي، ما كاين فيها لا سحور لا فقيه لا والو. وفاش عرف قيمتي عاد رجع عليا كي الكلب. داكشي اللي رجع عليه وقال صافي ذنوب ديك اللي ديت لها فلوسها ورزقها. ولكن انا حسيت براسي بقيت باغا ما صافي قلبي برد من جهته. كنتسنى دز العرس، دوزنا العرس ديالنا، دوزت معاه 6 شهور. انا كنت عارفه راسي غنطلق منه. انا كنت تزوجت به غير باش نتسمى انا طالقه، ماشي انا بنت ماشي مطلقه وما عمري متزوج. صافي طلقت منه. ما فهمش هو باغي يتسطى، كيقول لي انا كنحماق عليك وكنتسطى عليك وهادي وهادي. فعلا ولا تابعني كالكلب، ولكن حيت انا ما بقيتش تابع، ما بقيتش مسوقه ليه، ما فيها لا سحور لا فقيه لا والو. وبدات كضربني الفيقه وكنفيق من القلبه وكنفكر داكشي اللي دار فيا داك القيه. وكنزيد نكره راجلي لان بسبب وصلت لهاد الشيء. ومشيت عند داك الفقيه اللي استغلني ماديا وجسديا. عمركم البنات ما تفكروا تمشيو عند شي فقيه ولا شي مشاور ولا شي حاجه؟ راه عمر طريفته ما كتخرج بخير، عمرها تخرج لكم بخير. الا ما داش لك كيدير لك الفلوس، والا ما داش لك فلوس كيدير لك شي تابعه اللي كتبقى تابعك حياتك كامله عمرك تفكي منها. المهم ردوا بالكم. وعمر شي واحد واخا نكون كنبغيه وكنموت عليه وكنتسطى عليه يخليني انني نشرك بالله سبحانه وتعالى. حيت الا مشيتي عند شي معوض ومشيتي عند شي فقير كتشرك بالله سبحانه وتعالى، والله يستر الذنوب جميعا الا ليشرك به. وهذا الشيء ما عرفته مع الطلاق، ولكن واخا هكا كنستغفر الله وكنصلي وكنقول يا رب استغفر لي يا رب تسمح لي. واخا كنت كبيره وقاريه واعيه، ولكن بحال هادشي ما كنردوش ليه البال. عندنا واحد الثقافه في شكل صاحبتك خالتك بنت عمك اي وحده كتجرك وكديك لديك الطريق، وإلا كنت ضعيفة صافي كتجرى وكتمشي معاها. اللهم ردي بالك، راه حتى شي حاجة ما كتجي بالخير وبالمعصية ديال الله. كوني الواحد ما منوش 6 شهور ما نفوتهاش مع ما نوصلش مع عام عامين. كاين اللي كتوصل مسكينة حتى 10 سنين 15 عام. وهذه هي نصيحتي وهذه هي القصة ديالي، وكنتمنى تدعموني في القناة ديالي وشاركوا فيها باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبسلام عليكم.